مساء الخير واهلا بيكم مع حلقه جديده من بوكس تو بوكس. هبدا حلقه النهارده بتشكيك وتحذير واتهام. تشكيك في نوايا الاتحاد الافريقي في بطوله الدوري الافريقي اللي شغاله دلوقتي، واتهام الاتحاد الافريقي بمجامله سان داونز في تحديد موعد مباراة الأهلي الساعة 3 عصرا. ده اتهام واضح وتحذير للنادي الأهلي. أنا معرفش انتوا ازاي ساكتين بصراحة. أنا معرفش النادي الأهلي بكل ما يمتلك من شعبية وبكل ما يمتلك من قوة وبكل ما يمتلك من بطولات ومن كل ما يمتلك بتاريخ وجماهيرية وإدارة وكل هذا الكيان الكبير العظيم، ازاي الحاجات دي بتمر عادي كده لغايه ما الفاس تقع في الراس ونقعد نقول اصل وفصل ويا ريتني. ليه بقول الكلام ده؟ بطوله الدوري الافريقي اصلا لما ابتدعوها قالوا ان هي بتقام للترويج وللتسويق. المهندس خالد مرتجي نفسه امين صندوق النادي الاهلي في لقاء ليه مع زميلنا معتز الدمرداش قال لولا ان دي بطوله فيها فلوس كتير احنا ما كناش شاركنا فيها. لا، احنا محتاجينها فنيا وتوقيتها مضغوط وجايه في توقيت بالنسبه لنا صعب وتمثل لنا اجهاد، ويعني كل النقاط السلبيه اللي خاصه بعلوم كره القدم فيها، بس احنا مضطرين نتعامل مع كل النقاط السلبيه دي لاجل حاجه واحده بس، الفلوس. وهم نفسهم قالوا ان دي بطوله للترويج للكره الافريقيه ويعني رفع ايرادات الانديه الافريقيه بالتسويق الكبير. والشركه الطلياني راحت والشركه الطلياني جت والشركه الطلياني سافرت معرفش فين، شافت الملعب مش عاجبها، وبقى لنا شهرين نتكلم على الشركه الطلياني والاجتماعات والقعدات وطلعوا ونزلوا وراحوا وجم. هل في علوم التسويق في الدنيا حد يقول ان في افريقيا مباراه تقام الساعه 3 عصرا؟ انه تسويق ده؟ يعني مباراه بين ممثل لمصر وممثل لجنوب افريقيا فيقول لك تقام 3 عصرا. طب الاهلي لما اتلعب 5 عصرا الماتش بتاعه مع سيمبا حاول يغير الميعاد، ما عرفش، ما كانش عايز يلعب الساعه 5 العصر. قال لك لا، اصل الشركه لها سيستم معين في التسويق، هذا السيستم بينكسر مع سان داونز ويقرروا ان يتلعب المباراه الساعه 3. خلينا اوريكم بيان النادي الاهلي لان انا مش موافق عليه، وبيان ضعيف لان كان لازم يتضمن جمله مهمه جدا. البيان بيقول ايه؟ الاهلي يواجه سان داونز 3 عصرا في بريتوريا والثامنة مساء باستاد القاهره. تلقى النادي الاهلي خطابا من اللجنه المنظمه لبطوله الدوري الافريقي لكره القدم يفيد اقامه مباراه الذهاب مع سان داونز الجنوب افريقي في 3 عصر الاحد في بريتوريا، على ان تقام مباراه العوده في 8 مساء الاربعاء القادم باستاد القاهره الدولي. كان لازم البيان يتكتب تلقى النادي الاهلي بكثير من الدهشه والاستغراب. كان لازم تكتب الجمله دي، وكان لازم يختم البيان واذ يحتفظ النادي الاهلي بحقوقه في الاعتراض على موعد المباراه. الساعه 3 عصرا ده ميعاد مش مفيد في اي، لا مفيد تسويقيا ولا كرويا ولا اي حاجه نهائي. مفيد بس لحاجه واحده، سان داونز انه عايز يلعب 3 العصر. الاجواء اللي الاهلي بيلعب فيها الساعه 3 العصر اتعود سان داونز انه يكسب بيها الاهلي. هو بيصنع الاجواء دي، وان التسويق مش في دماغ سان داونز في المباراه بتاعه الاهلي، بدليل انه فتح الماتش مجانا اهو. هم عاملين على الاكونت بتاعهم خبر بيقول ان الماتش الساعه 3 العصر، وهنفتح المدرجات من الساعه 11 الظهر ولا الصبح للساعه 2 ونص العصر عصرا، يعني قبل المباراه، للجمهور مجانا، وحفلات وغنى، الفيلم بتاع كل سنه. المباراه كنا احنا عارفين انها هتتلعب الساعه 7. هتقول لي بس ما حدش قال، يعني ما اعلنوش ما اعلنوش، اوكي، بس احنا كنا عارفين انها الساعه 7. يا راجل ده احنا ما عرفناش نغير ميعاد سيمبا الساعه 5. الساعه 5 عصرا في استاد القاهره بالنسبه لنا موعد دمه تقيل.
جماهيريا دمه تقيل، وبالنسبه للنادي الاهلي دمه تقيل، ما عرفش يغيره. ليه؟ الشركه عايزه كده. الشركه عايزاه الساعه 3، يعني تسويقات نسبه المشاهده اعلى الساعه 3، الشركه الطلياني يعني، ولا هي مجامله لموتسيبي او تدخل من موتسيبي؟ بقولها بشكل واضح اهو، بقولها بشكل واضح اهو، ده تدخل واضح جدا من موتسيبي. ايه رايك بقى؟ حتى الحكام انا مستغربهم، ماتش زي ده يقول لك حكم بنيني، انا ما اعرفش، وان الحكم ده البنيني ده لم يسبق له ان قام بالتحكيم لاي منتخب او فرقه مصريه. حكم ساحه اسمه لويس دي جندو، مساعد اسمه إيريك إلمافو، الاثنين من بنين. مساعد التاني اسمه لويس اوليفيرا من انجولا. حكم رابع اسمه احمد هيرال من موريشيوس. حكم من الناس دي، حكم تقنيه الفيديو ماريا ريفيت، دي سيده من موريشيوس، ومعاهم مساعد عادل زوراق من المغرب. ايه ده؟ ايه ده؟ الحكم ده انا ما اعرفوش، وانا اقول لكم اهو، المواقع بتقول عنده 38 سنة، بدأ حياته المهنية في التحكيم من 3 سنين بس. أدار مباراة واحدة في تصفيات كأس أفريقيا، ومباراتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم. الحكم البنيني ده لا عمره أدار مباراة لفريق مصري أو منتخب مصري نهائي، وبالتالي احنا مش عارفين. أكبر مباراة أدارها يعني اللي هي التوت فروت بالنسبة له كانت مباراة منتخب الجزائر مع منتخب جيبوتي في تصفيات 22 كاس العالم بتاعت قطر، والجزائر كسب 4-0. وادار ماتش للمريخ السوداني وانيامبا النيجيري سنه 21. ايه ده؟ وادار مره مباراه الاهلي طرابلس مع استاد مالي. فانا بحذر بقول ان اقامه المباراه الساعه 3 يتنافى مع اهداف اصلا البطوله التسويقيه. فجأة صحينا من النوم النهارده او من شويه قال لك الماتش الساعه 3. الناس ظاطت بقى عندهم في سان داونز، وطلع حد قال لك ده احنا متفقين من وقت القرعه ان المباراه تتلعب الساعه 3. يا ابني الشركه قالت ان هذه بطوله تسويقيه، وهو لازم يختار المواعيد اللي تساعده على التسويق. هي هدف البطوله كده اصلا. ولما جه الاهلي يتكلم على ميعاد تاني، بقول اهو مباراه الاهلي وسيمبا كانت الساعه 5، قالوا له لا، المواعيد دي مش شغلك، الايام مش شغلك. طب احنا مزنوقين 4 ايام بين الماتشين، مش شغلك. طب الميعاد 5 مش مناسب، مش شغلك. لكن مع سان داونز الماتش الساعه 3 وطاقم تحكيم متواضع. مين الناس دي اللي هتحكم ماتش الاهلي وسان داونز في جنوب افريقيا؟ رئيس الاتحاد الافريقي كان رئيس نادي سان داونز موتسيبي. هل في دخل في الموضوع؟ ازاي الاهلي يصدر بيان دون ان يشير في البيان ان هو مندهش من الميعاد؟ كان لازم يقول تلقى الاهلي بكثير من الدهشه والاستغراب. كان لازم يقول كده، وانه بيحتفظ بكافه الحقوق، وانه بيحذر من طاقم التحكيم. وانا بقول لكم اهو في كمين بيتعمل للاهلي. اللهم بلغت اللهم فشلت. يعني مجلس الاداره بتاعه النادي الاهلي المفترض بما يمتلكه من قوه وجماهيريه وبطولات ومكانه وقيمه وكل الكلام ده يكون له موقف. انا بقول لكم في كمين بيتعمل للاهلي في ماتش سان داون. وسابوا لك يا عم ماتش العوده الساعه 8 زي ما انت عايز، بس على ما يكون هو خلص ايه في بريتوريا، لان انت عندك رحلتين، هو رحله واحده. خد بالك انت رايح رحلتين، انت هتسافر جنوب افريقيا يعني قاع القاره تحت، ثم تعود للقاهره فوق في اقصى الشمال. هو جاي لك بس من تحت لفوق مره سفريه واحده، لانه عنده الماتش اللي فات كان على ارضه بتاع بيترو اتلتيكو، فهو مكمل على ارضه وهيستضيف الذهاب. فهو عنده سفريه، وقت عندك سفريتين في 72 ساعه وماتشين. هنشوف.